مساء الخير يا حلوين، الله يسعد مساكن يا رب. اليوم اخترت أعمل أكل دافي وخفيف ومثالي لهالأجواء. رح نبلش بشوربة الفطر، طعمها الغني والبسيط بنفس الوقت، ومعاها رح أساوي مفركة البطاطا سهلة وطيبة وخرج الشباب العزابية كمان. يعني أسرع خيار ومحبوب عند الكل. يعني مكوناته بسيطة، رح نعمل أطباق طيبة وبتدفي وبتشهي القلب. يلا خلونا مع بعض لنبلش خطوة بخطوة. هلأ رح أبلش بشوربة الفطر. أول شي رح أقطع البصل. منقطع البصل هلأ لمربعات صغيرة. بدنا بصلة تقريبا وسط، نقطعها هيك، بنحاول ننعمها قدر الإمكان. قاعدة عم بتسلى عم بتفرج على الآيباد أنا وعم بشتغل. بننعم البصلة هيك، بنحط أول شي بندبلها وبعدين بنكفي. يعني شوربة الفطر بكرة خرج رمضان خرج هيك أنا على طول بساويها، يعني تغيير شكل عن شوربة العدس. هلأ بدي أحط مكعب من الزبدة، رح أقطع هلأ كل الزبدة هيك لأنه رح يلزمني أكتر من مكعب من الزبدة. هاي الشوربة كلياتها بتنعمل بالزبدة يعني. قطعتها هيك رح أحطها بالعلبة وآخد مكعب من شان البصل. وهلأ رح نحط البصلات فوق الزبدة، خليهم يتدبلوا شوي لبين ما نقطع الفطر. هلا عندي أنا هون تقريبا 250 جرام من الفطر، يعني بكفوا زيادة لشوربة الفطر. هلا رح هيك حركن شوي البصلات حتى ما انساهم يقوموا يحترقوا، ورح أكفي تقطيع الفطر. نقطعن كلياتن هيك على شرحات يعني رفيعة، وأنا رح أخليهم مثل ما هني بقلب الشوربة. ما حأخفق الشوربة، رح أخليهم قطع بقلبها. رح أخلص هيك كمية الفطر كلياتها هيك، وحطها هلأ كمان فوق البصلات. هلأ هي فطر وبصل، ورح نعمل خليط البشاميل. بخليهم يتدبلوا هيك مع بعضهم لحتى يدبل الفطر. هلأ دبل معنا البصل، بقيان بس يدبل الفطر. هلأ بنجيب كمان طنجر على النار، وبدنا نحط مكعبين من الزبدة، ونحط معلقتين من الطحين. هلأ البشاميل لشوربة الفطر كل معلقة من الطحين بتاخد كاستين حليب. أما إذا كنا بدنا نعمل بشاميل للمعكرونة ولا الشغلات اللي بتكون فيها البشاميل سميك، كل كاسة حليب بتاخد بس معلقة طحين وحدة. هلأ حمصت الطحين مع الزبدة ورح أحط فوقهم لتر الحليب، لأنه حطيت معلقتين من الطحين رح أحط تقريبا لتر من الحليب. ولا تاكلوا هم إنه الطحين هيك يعني يدعبل عادي، بس يسخن الحليب رح يدوبوا لحالهم. حطيت كوب من الكريمة، رح أحط بهار أبيض وملحة مثل ما بتحبوا انتو تملحوها بتملحوها. هلأ هيك خلص تقريبا صار معنا جاهز، والفطر دبل كمان معانا والبصل مستوي. رح نحطهم فوق بعضهم وخليهم يتسبكوا سوا. هلأ بنحطهم هيك وبنخليهم لحتى تصير طعمة البشاميل من الفطر. شايفين ما أحلى قوامه؟ على كيفنا حتى بنظبط القوام، فيكن تزيدوا حليب قد ما بدكن. هلأ بنخليها تغلي هيك شوي شي 5 دقايق تقريبا. نحن لحالنا رح نعرف إنها زبطت وقت بتسمك البشاميل اللي بيسمك معنا، رح نعرف إنها خلصت الشوربة. هلأ رح أقطع شوية توست وحمصه من شان ناكله مع الشوربة. رح أقطعه هيك مربعات، خبز أو توست أو أي شي يعني بتحبوه، لأنه بس التوست كتير طيب مع زيت الزيتون. بنعمل له هيك، بنحط له شوية زيت زيتون، رح أحطهم بالقلاية الهوائية أو إذا بالفرن كمان بيمشي الحال. المهم يتأمروا، هلا الكمية كتير قليلة لهيك حطيتها بالقلاية الهوائية. رح أسكب الفطر يبرد شوي لبين ما يطلعوا من القلاية. هلا سكبت هيك الشوربة مثل ما شايفين، ما شاء الله ريحتها بتشهي القلب. وهذا التوست كمان تحمص معنا، رح حطه فوق الشوربة وندوق مع بعض. طعمه طعمه خيال عن جد. حتى التوست اللي فوقه بجنن عن جد، كتير كتير طلع طيب.
وراح أساوي جنب الشوربة فركت البطاطا. هلأ أول شي طلعت شوية لحمة معاها، راح أعمل فركت بطاطا باللحمة. طلعت شوية لحمة وراح أحط لها 7 بهارات وأدعكها هيك وأعملها دوائر مثل ما شايفين. ما ححط ملح هون منشان اللحمة ما يتفقس منها المي. هلا رح نكورها هيك كلياتها دوائر قد بعضها وصغيرة لحتى تخلص كل الكمية. هلأ نفس الطريقة فينا نعملها كمان من دون لحمة، بس بصل وبطاطا. رح أخلص من تكويرهم هلأ ونبلش نحمسهم. رح نحط طنجرة فيها زيت زيتون، رح أعملها كلياتها بزيت الزيتون. نحط شوية زيت زيتون هيك، وبدي أخليه شوي يحمى الزيت وبعدين ننزل عليه اللحمة منشان يمسك شكل اللحمة وتضل هيك شكلها دائرة يعني. هلأ رح نحمى شوي، رح ننزلهم ومن حركة هيك عمهلنا يعني بس تتقلى شوي. وبس تتقلى معنا شوي رح نحط فوق البصل هيك. هون عم تعلق معي شوي أنا. هاي تقريبا هيك استوت 3/4 السوي. رح أحط فوقها بصلة مقطعة كمان مربعات صغيرة، وأحمس كمان البصلة حتى تتدبل معاي. هلأ رح أقطع البطاطا، نتركن هيك على نار هادية لبين ما تدبل البصلة. نحط ملح، رح أحط البطاطا فوق، عملتها مكعبات ورح أحطن فوقها من دون مي من دون شي، بس بنوطي تحت الغاز ورح نغطيها ونتركها على الهدا لحالها بتلاقيها استوت. ونسفوها كل شوي تنسيف هيك من دون تحريك بالمعلقة يعني مشان ما تتخبص معنا البطاطا، منشان ما نقليها. هلا إذا قليناها ما عاد نخاف على البطاطا، بس إذا ما أنا مقلية بندير بالنا شوي. هلا فتحتها هيك لقيتها استوت. أنا بدي أحط لها كزبرة وأحط لها شوية كركم. هلا البهارات عكيفكم بتحطوها، حطيت أنا كركم مشان اللون، والكزبرة بتعطيها طعم كتير طيب. راح نحركها هيك شوي آخر تحريكة منشان البهارات. وهلا راح نشوفها إذا استوت معانا، بنشوف قطعة هيك إذا استوت منشان نطفي عليها الغاز. هلا بما إنه انهلست البطاطا هيك معناتها استوت هيك تمام. رح أحط آخر شي زيت زيتون وطفي عليها الغاز بتصير جاهزة. رح أسكبها كمان وندوقها مع بعض. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم، شوربة الفطر مع فركة البطاطا. أكل بسيط بس طعم بيغني عن أي شي. بتمنى تكون عجبتكم الوصفة لليوم، وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم. وبشوفكن إن شاء الله بفيديو جديد، ويلا سلام.